لسه بقول الاسبوع ده هنرتاح من الزمالك واخباره اللي بقت تكئب بصراحه. مفيش ماتشات الاسبوع ده ونركز مع المنتخب. لسه هنتكلم عن دور الثمانية، لسه ماتشات الجمعة والسبت يعني. فصاحي النهارده على خبر ان تم تعيين معتمد جمال مدرب الزمالك مدير فني الفترة القادمة، ويعاونه ابراهيم صلاح خلفا لعبد الرؤوف. اختيار بائس يائس، مفهوش اي خطة، كأن الإدارة رامية الفوطة تماما الموسم ده. ومشكلة يا جماعة، مشكلة مبدئيا. بس معتمد، أنا مش عايز كلامي يتفهم غلط على معتمد جمال. راجل محترم زي عبد الرؤوف، راجل محترم زي أي واحد مصري ما هيبقى محترم. بس طب ما لو مصري كنت جبت طارق مصطفى. أنا مش فاهم. كنت جبت أيمن الرمادي، كان هيجي مفيش حد هيجي له الزمالك وهو ماسك في الدوري المصري ومش هيجي، وكلنا عارفين ده كان هيجي. ففي الاخر قعد لي اسبوعين ثلاثه تدور وتجيب لي معتمد جمال. مع احترامي الشديد لمعتمد جمال، الراجل ده مسكنا في فتره صعبه لو حد فاكر سنه 24، الموسم اللي خدنا فيه الكونفدراليه الاخيره، الفتره اللي بين اوسوريو وجوميز. مسك حتى دور المجموعات في الكونفدراليه وكسب الماتشات كلها وبتاع. ولما جابوا جوميز هو رفض ان هو يبقى مساعد معاه، وجابوا له احمد مجدي. والراجل في منتهى الاحترام اللي في الدنيا. وزي ما عبد الرؤوف محترم، وزي ما ابراهيم صلاح محترم، وزي ما الناس دي كلها محترمه. بس ايه تضييع الوقت ده؟ يعني انت بعد ما خسرت السوبر من الاهلي من شهرين، المفروض تمشي عبد الرؤوف وتجيب واحد اجنبي على طول. كملت وجددت الثقه، وفضل يخبط شويه ويكسب وشويه ويخسر، وظروف النادي ما تساعدش اي حد. طب هات مدرب بالقماشه، هات مدرب من عينه فيريرا وكارتيرون اللي هو بيغزل برجل الحمار ده، او جوميز. هات اي واحد من دول. ما هو يانيك فيريرا ما كانش كده، لانه كان تعبان وواين، والنهارده قاعد في البيت ساعه ما ساب الزمالك، مش هيدرب حد لانه تعبان. هات واحد كويس يمشي، ما انت كده كده غالبا عندك واقف في قدوه، عندك شغلانه ما يعلم بها الا ربنا. هات واحد كويس. لا، كملت بعبد الرؤوف وفضلت ماشي بعبد الرؤوف، وجيت في نص يعني كان عندك من اول بطوله افريقيا شهر ونص ايقاف، كنت تقدر ان انت تجيب. فضلت مثلا مكمل بيه اسبوعين، وبعدين مشيته وقعدت من غير مدرب ولعبت ماتش بفريق الناشئين عشان تقعد اسبوعين تانيين وتجيب واحد مصري. طب ليه؟ طب ليه؟ ايه الهدف من كده؟ والاخبار اللي فاتت الايام اللي فاتت كلها طالعه من المصادر ان ميكالي جاي، ميكالي جاي، ميكالي جاي. قلت يا ريت. ميكالي راجل ممتاز، خد بينا رابع اولمبياد بجيل منتن، ويعني والراجل ممتاز بصراحه، وعارف يعمل فرقه، وعارف وصل نهائي افريقيا بالناشئ بالاولمبي دول، وخسر من المغرب في النهائي هناك. فراجل ممتاز، وهو الاتحاد اللي مشاه. فيا ريت. فقال لك هنجيب معتمد جمال لحد ما نجيب واحد اجنبي. طب امتى؟ اصلك هتجيب واحد اجنبي امتى؟ احنا داخلين على شهر اتنين، يعني خلاص الموسم هيبدأ وخلاص. احنا هتجيب واحد اجنبي امتى؟